السلام عليكم، اهلا بيكم متابعين قناه دوجز ايجيبت. احمد باهر معاكم. جالنا سؤال من احد المتابعين بيقول: هو انا لو الكلب بتاعي جاله فيروس البارفو وخف ربنا شفاه الحمد لله، هل يصاب تاني بفيروس البارفو؟ يعني لو اختلط بكلب تاني عيان هل يجيله المرض تاني، ولا هو كده خلاص بروتكتد ومحمي طول حياته؟ بمنتهى البساطه، الفيروس الخاص بالبارفو هو عامل زي فيروس البرد. فانت النهارده لو جالك دور برد في سنه من السنوات، اللي هي الانفلونزا الموسميه مثلا اللي بتيجي في الشتاء، ودخلت خدت دور حلو ومحترم، والايام دارت ودخلت الشتاء اللي بعده رحت واخد لك دور تاني محترم. ايه ده؟ طب ما هو الفيروس جه مره تانية. هو الجهاز المناعي يعني ما اتعلمش كويس، ما خدش خبره. هو الفكره في الفيروس بمنتهى البساطه ان الانسان او الحيوان اما بيصاب بالمرض ده بيمرن المناعه ان الفيروس لو جه بتبقى اثاره اقل شويه. يعني البارفو لو ما بيجي للكلب طبعا بيبقى المره الاولانيه شديده جدا جدا وقاتله في بعض الاوقات. فالكلب لو قدر ان هو ينجو من هذا المرض اللعين وخف، ولكن بعد شويه اختلط بكلب تاني مريض بالبارفو، هيجيله المرض، ولكن ممكن يجيله بصورتين. ممكن ما يظهرش عليه اي اعراض تماما، يعني يعدي مرور الكرام، حتى انت كصاحب الكلب ما تعرفش ان هو جاله الفيروس. يعني الفيروس دخل جسمه، الجهاز المناعي تغلب عليه، خرج بره الجسم وانت مش عارف اي حاجه. ودي احسن الحلول، وده الاغلب اللي هيحصل في حاله اصابه الكلب بالبارفو اكتر من مره. والاحتمال التاني ان الاعراض تظهر عليه ولكن باعراض اخف، يعني يجيله شويه اسهال خفيف، يجيله شويه ترجيع، يجيله شويه همدان خفيف، مش الاعراض الشديده اللي احنا عارفينها بتاعه البارفو. وده نتيجه كذا حاجه، نتيجه طبعا ان الكلب كان واخد اكتر من جرعه تطعيم، ان الكلب كمان جاله الفيروس والجهاز المناعي يعني اتدرب بشكل كبير جدا، فبالتالي يعني خلاص بقى عنده خبره ان هو يتعامل مع اي فيروس يصيب جسمه. وربنا يحمي يعني اوفى الاصدقاء الكلب الجميل. وكان معاكم احمد باهر النهارده، وليكم اي اسئله اكتبوها في التعليقات هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. شكرا ليكم، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.